انت زاد منك مشبك ولا ايه؟ ايه يا امال؟ هو الطبق التاني خلصانه. اهي بتاعتك. فين حتتي انا؟ اهي. انا كلها بقت الكيسه زي ما هي. ملكة بذات. وحته هريسه هي ونعم. كنت تشيلها في التلاجة محطة. صيحه. مين عايز ياخد حته هريسه؟ هريسه. جميل. انا اقول لك حته من تحتك الصبح. انت كنت شايلها فين؟ الوصفه حاضر، هنديكم الوصفه على السرير. بص يا ستي، اول وصفه هنديكي وصفتين حلوين. اول وصفه هتعملي هتفطري الصبح اول ما تصحي فتة بلبن، تجيبي كسرة عيش وتكسريها في اللبن وتفطري وتحطي عليها سكر تحليها كويس جو، وبعد الغدا تاكلي فتة كحاجة تحالي يعني، وفي العشاء برضو تتعشي وتاكلي فتة 3 مرات في اليوم لمدة شهر. هتلاقي نفسك فيلي شهر واحد ووزني نفسك وبقولي لي. تاني وصفة بقى حلوة برضو، هتجيبي معلقتين سمنة و4 معالق دقيق وتحمريهم في النار كده، تخليهم لونهم يصفر شوية. تكوني عاملة كوباية مية بسكر عجدي، أول ما الدقيق يتحمر كده هو تيجي نازلة بكوباية المية بسكر فوق الدقيق اللي متحمر في السمنة، وتخليها تجيلة شوية كده زي العجينة كده، وتفضلي تقلبي 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 لحد ما تشف وتريف وتبقى معاكي زي الهريسة كده. وتاكليها برضو بعد الغدا والفطار والعشاء 3 مرات في اليوم على قد نفسك ما تقدر تاخد حته كده حته كده، تاكلي منها العجينه دي. حد بيقول لك بس عايز وصفة فتح الشهية. هنقول لك دلوقتي. تالت وصفه بقى وهتخنك في خلال اسبوع، هتجيبي عين حمار، القرنيه بتاعت عين يا الحمار. جوجو. قرنيه عين الحمار خلاص. وهتجيبي البتاع اللي اسمه ايه دي؟ عين حمار. بتجيبها منين دي؟ استني بس. تذبح حمار يعني؟ البتاع اللي اسمه الجلاكوز. معلقتين عين حمار، قصدي عين حمار عينتين يعني من بتوع الحمار، وتسلقيهم وتحطيهم في الخلاط بعد ما تسلقيهم عشان ما يبقوش نيين وتجرفي. وتجيبي الجلاكوز وتفضيه عليه. هو اسمه الجلاكوز ولا اسمه البتاع اللي هو زي النشا ده؟ زي النشا؟ جيلاتين؟ الجيلاتين. معلقتين جيلاتين وحبة مية دافيين ومعلقتين سكر، وتضربيهم ضربة حلوة ماشي، وتحطوهم في رغيف وتاكليهم. هتاكلوهم كم مرة في الشهر؟ 3 مرات. 3 مرات في الأسبوع، مرة أول الأسبوع، مرة في نصه ومرة في آخره. بوم 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 بوم. هتزيدي زي 7-8 كيلو في أسبوع واحد. نقول لك حاجة، وصفة مجربة، أمي كانت بتعملها فيا. إيه يا حبيبي؟ هتجيبي لي بغبغان من هو أنت هتجيبي لي بغبغان من فلوسك ولا من فلوسي؟ بغبغان من فلوسك ولا من فلوسي؟ أنا تحت أمرك، أنا وفلوسي يا حبيبي. لا أنا عايز نجيب البغبغان بفلوس. بفلوسك أنت؟ عشان أنا محوس الفلوس دي ليه؟ فلوسك دي مين اللي أعطاها لك؟ مين؟ أنتي. إحنا أبويا مش عمره ما عطاني حاجة خالص. ربنا بس ينشف دمه. بس بنحبه برضه. شاطر. بكرة تكبر وتعرف. حتى لو كبرت هنفضل بنحبه. شاطر يا براهوي. شو عم تاكلوا؟ مشبك. مش شبك. براهولي براهولي، أنا واحد عايز حاجة تفتح نفسه. انت عايز مشبك ايوه. ولا ناكل هيك؟ لا سليلي حته. ريحتها هتكتل، ما انا بنشيل لك الحلويات في التلاجة بتبوظ. تجيب لك هي واحدة بكرة سليمة. جيبي لي واحده بكره. لما نروح بس لو عايز دلوقتي لما خد. ننزلوا تحت. تعال ايه؟ خد. خد. حلوة؟ لما ننزلوا تحت قصدي بيقول لك اسمها زلابية. لا مشبك. دي
مشبك. الزرابية عندنا بتبقى مدورة. تبقى مدورة كده. تعددت الاسباب يا ولاد والحلو واحد، كل واحد. ده راجل بارد صحيح. قولوا يا ايمي كنت تقولوا بخبط بتاع صراحه أحلى إيمي. استحلى. ايمي يا قلبي، تسلم ايدك. والله تفرحي يا قلبي، الله يفرح قلبي. تلعبش بكرة الباب يا خلي ودنك مع بتاع الفراوله. نخبط. اول ما خبط خدها منه. الحتة السوداء اللي في المشبك. مشبك بايظ اصلا. لا، هم بيقولوا في الزيت. هو بيتجلد. لا الساعة دلوقتي 12:10. نقفلهم 3 مليون تكبيسة يا جدعان بسرعة. يلا يا ولاد السلطة من الجبرة. بكلمة فاي. انا مرمي. ده اكل مين ده؟ اكل الهوت. اكل اكلك يابا. عندكم مدرسة بكرة الجمعة يا جدعان. وريهم فلوسي كده. بصوا فلوس براهولة يا ولاد، كل يوم يقول لي امه صباح الخير امه اديني مصروفي. محوش مبلغ يعني. فلوس براهين، خد يا حبيبي خمسات مصروف. كله. هياخد مني كل يوم مصروفه ويشيل. تعرف تجيب لي ميتي يا مسلم؟ ميتك على الأوضة على السرير، روح هاتها كده. لا انا مش خايف، انا بنضحك. لا أنت راجل يا عم. يا نيفين. نيفين يا قلب، الله يفرحك يا احلى نيفين في احلى الدنيا. نيفين. الله يريح بالك يا رب. شوف جبتها ازاي؟ جدع جدع. هو أنت كاتب برامج. برتقالية. 3 مليون و100 يا جدعان بسرعة. استني نقد في تسلمي يا نيفين. الواحد رجله ناشف كده. لا الواحد هيدوس على شعر. 5 6 8 5 4 طب اتعد. 6 وعليكم السلام. 5 6 تسلم يا غالي اللي بعد 4 القلب. 6 تسلم يا قلبي. 8 تسلم 4 قلبك. حرف الألف. 8 تسلم حبيب يا قلبي عم. والله. 6 6 6 6 تسلم يا ألف. وصفة للشعب. 6 6 و5 6 و5 6 و5. ده انا معايا رز. استخدمت معالج سكر، ما في فايدة، عندي تكيس في المبايض وما في أمل أتعالج وتحمل يعني. تكيس مبايض. ده الجلي زي ده ابن تكيس مبايض ولا كسل في المبايض؟ ما هو الكسل هو التكيس. ايه كسل يعني؟ يعني ايه كسل يعني؟ ما بتحملش. لا يعني ممكن يكون مسبب لها مشكلة ولا حاجة. ما انا لو نقول لك وصفه مش هتسمعي الكلام. ممكن تكون والله ما مؤقتة. هتسمعي الكلام ابدا. قادره نديكي وصفه قسما بالله العلي العظيم لو فضلت تشربيها لمده شهر لا يا تجيبي حالة تقولي لي انا تسلم. حامل. مسيح الدجال. أنت قلت عايز إيه؟ بعون الله بعون الله الفلوس دي بعون الله، لأن الرسول موصي عليه. مسيح الدجال كده. ماشي. بعون الله هتخفي وتحبلي. وخمنوا ايه هي. احنا مش جايين لكم قبل كده يا جدعان. خمنوا ايه هي كده. ناس مشكلة والله. في حد جاء. في حد قال طيب عشان انا جايله لهم قبل كده. بصي في يا ستي، واحدة بس اللي بس يا وليه اللي عايزه تحبالي انت اللي هي اسمعي كلامي خديها. ما نقولش. تروحي تجيبي الحلبة الحصى، الحلبة الحصى وتغليها في مية وتشربيها. هتشربيها كم مرة يا خالي؟ هتشربيها 3 مرات في اليوم، 3 كوبايات في اليوم. أيوه. عايزة تشربي أكتر ماشي، بس 3 كوبايات في اليوم صبح على دي يعني. وظهر وليل. لمدة كام يا خالي؟ لمدة شهر. ده أبسط حاجة يعني. لمدة
وان شاء الله هتطلعي حامل ان شاء الله بعون الله. ولا تقولي تقيسات، لان ربنا خلق الطب والدواء في العشب، يعني العشب هو الدواء وهو كل حاجه. خد يا ريس. مشي على العشب وربنا هيكرمك، صدقيني والله. وجوزها يطلقها من الريحه. لا جوزها هو يستحمل. ريحتك هتبقى صنه شويه، ريحه جلدك هتبقى صنه، جوزها يستحمل، جوزها يستحمل. وبعدين الريحه مش بشعه على الدرجات دي يعني. يستحمل جوزها. ريحه الحلبه مش بشعه على الدرجات دي يعني. لا هي بتخلي الجته ريحتها صنه. لو استحمت كل 3 ايام مش هيطلع لها ريحه. دي مش جوزها كل 3 ايام. ما اعرفش. استحمي على طول او ما تستحميش. ان شاء الله عنك ما استحميتي لحد ما تتعالجي. هو في علاج بيبقى اسمه المهم تتعالجي. العلاج طول عمره وحش. جوزك يستحمل يشرب معاك، يقولوا له اشرب يلا تطفح الحلبة. اما الرجاله انانيه صحيح. قول له اطفح معايا حلبة عشان يبقى انت ريحتك صنه وهو ريحته صنه. وصفه للتخسيس. وصفه للتخسيس، تاكلي نونو، يعني كل وجبه تاكليها مثلا تجنني كده فيه زي اكله العصفور، او تصومي طول النهار وتاكلي طاجه واحده في اليوم، تعملي حله محشي 10 دكورة بط، بس هي تبقى اكله واحده. لو تقدري تاكلي كل شويه بس وجبات بسيطه ماشي. او انت عايزه وصفه بقى تاكلي تعيشي حياتك عادي بس وصفه تخسسك، صح؟ نقول لك انا هتجيبي معلقه قرنفل وتغليها في ميه زي شوربه الاندومي كده. معلقه قرنفل على ريق النار، وتحطي فيها معلقه قهوه ونص معلقه شطه حاميه، وتقلبوهم في قلب بعض وتشربيهم كل يوم الصبح على ريق النار. دول هيهروا المعده من جوه ويخلوها تبقى شبعانه. يهروا. وصلتوا 3 مليون 3 مليون و200 يا ولاد، يلا كبسوا يا ولاد، زيدوا التكبسات. صفحة براهولا أول تعليق مثبت. هنعمل لكم عليها فيديوهات ردم. طب نقول لك مش هتفتح عليها بس. لا انت عايزة نشحت. تشحت فشر. انا قلت كده تتكلم مع متابعينك. خلي بالك انا سلتلك المتابعة بتاعتي. شلت المتابعة النهارده. لا وانت نايمة رحت صاحي متسحب كده ورحت عاملها. ليه شلت المتابعة الإعلانية دي؟ انت عايزاني اشترك؟ انت عايزاني اشترك؟ انت ما التكبر اللي انت فيه ده. لا اله الا الله، ده انت فاسي يالا. والله محد فاسية غيرك. صفحة براهولا أول تعليق مثبت يا جدعان. صفحة براهولا هي ولاد عندكم. انت بتقولي فسر ايه؟ فشر لي فشر روحي وفشر قلبي. نقول لك حاجة. انفشرت نقول الهوى. لك حاجة. فشر ايه يا حبيبي؟ هي الرزمة دي نجيب بيها البغبغان والرزمة التانية نجيب بيها ايه؟ طول ما امك عايشة على وش الدنيا مش هنخليك تجيب حاجة. ما انا اعمل محوس الفلوس دي على ايه انا؟ صفحة براهولا أول تعليق مثبت. عشان نديها البغبغان ولا ايه؟ لا انا عايزة يلا يا ولاد. عشان نجيب بيها حبيب قلبي تسلم يا محترم. تسلم يا حرف الألف. تسلم يا حرف الألف يا غالي. أبس سجح لا تاكلوا كوخو. إبراهيم براهولي. أيوة إبراهيم براهولي. أول تعليق مثبت. انا اسمي ابراهيم كلوت طز حسب الله نانسي. ده اسمك بالكامل دي. طب كنت سمي الصفحة إبراهيم كلوت. ماشي. بحط لي الصدقايه اللي انا هتحطي اسم ابوكي على الصفحة كلوت؟ لا خلاص خسارة فيه. يا ممكن نينجا. نسميه إبراهيم كلوت بس خسارة في او أبوه. ابراهيم نانسي اسم العيله على طول. لا خسارة برضه. خسارة، مش هنحط حاجة من عيلتهم خالص على الصفحة. ابراهيم كلوت طز حسب الله نانسي. مفيش غير حسب الله بس هو اللي راجل في العيلة. لا ما هو حسب الله ده اسمه حسب الله نانسي رخ من عيله نانسي يعني من نفس العيله. انا اسمي ابراهيم. هي عيله نسوان كلها. طز كل اللي فيها حسب نسوان. الله نانسي. وانت تسلم يا غالي. انا
يا ام سامر تسلمي. تسلم يا قلبي، تسلم يا بلال. عيلة اسمي مسلم نانسي. عيلة نانسي كلها رجال. نانسي كلها رجالة. نانسي. نانسي. نانسي أنا بقول لك كلها رجالة. نانسي كلها رجاله. أمم. والله ما حصل. ما علينا يا عم، بلا نانسي بلا بتاع. نانسي نانسي دي كلها صفحة رجالة. براويلا أول تعليق مثبت يا